خطيبك بياخد منك فلوس ويقولك عشان نوضب الشقة ونتجوز بسرعة، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك، بس مش يا خيبتك قوي يعني، وهقولك ليه. عارفين انك بنت اصيله وبنت ناس ومتربيه، وانك ست جدعه وعايزه تساعدي خطيبك عشان يكون نفسه، بس لازم تسالي نفسك الاول، هل هو يستاهل كل اللي انت بتعمليه ده؟ هل يستاهل دعمك ومساعدتك وفلوسك اللي انت تعبانه فيها؟ والاهم من كل ده، هو بقى هيقدر التعب والمساعده دي، ولا هيشوفك رخيصه وبايعه نفسك ومدلوقه عليه؟ وساعتها بقى ممكن يشوف نفسه عليكي ويشوف ان انت اللي بتعمليه ده حق مكتسب، ولو ما عملتيش هتبقى انت مقصره ووحشه وكخه وممكن يسيبك. اصل هما الرجاله نوعين ملهمش تالت، نوع ابن اصول ويفتكر لك الموقف الحلو لو بعد 100 سنه، ونوع نمرود زي القطط مهما اديتيله هياكل وينكر، ويستنى اليوم اللي تقعي وتتعبي فيه ويقولك انت عمرك ما وقفتي جنبي، ولما يشد حيله وربنا يكرمه شويه يروح سايبك ومتجوز عليكي. بصي يا حبيبتي، في نوع من الرجاله لو ما تعبش وشقي وتعب فيكي وطفح الكوت عشان يوصلك عمره ما يشوفك غاليه، هتفضلي تساعديه من ورا اهلك ومن ورا اهله، وهو بقى يبان قدامهم سبع البرومبا، وهو بقى اللي صارف ومكلف وعامل اللي وعامل اللي ما يتعملش في وقت قصير، واصلا كل ده تعبك انتي وشقاكي، وممكن بعد كل ده ما يتقلكيش حتى شكر. مفيش ست عاقله توافق ان هي تفتح شنطتها لخطيبها الا لو عارفه انه هيقدر ده، الا لو عارفه انه هيقدر انها تدفع له في كافيه او تدفع حساب التاكسي او تساعد في الشقه. انا عايزه اقول لك بقى، وفري حالك على حالك، لان احيانا الجدعنه بتتقلب على صاحبها، وهتبقى ساعتها حق مكتسب ويا ريته يفتكرها لك. ده ممكن يعايرك انك غفلتي اهلك وساعدتي معاه عشان مستعجله على عش الزوجيه، وهيقول بينه وبين نفسه طالما غفلت اهلها يمكن تغفلني. ما هو في ناس كده دماغها اعوذ بالله. وعايزاكي تعرفي ان الراجل اللي يمد ايده وياخد من ست فلوس ده مش راجل اصلي، فساعتها بقى ما تلوميش الا نفسك، ولما تحبي تضحي ضحي بالمعقول اللي ما يقلش منك ولا من شكل اهلك قدامه. مش يا خايبه تشطبي الشقه وتساعديه وبعدين تفركشه وواحده تيجي تاخد تعبك على الجاهز، وساعتها مش هتبقى خيبه واحده، دي هتبقى خيبه بالويبه يا خايبه. وانا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك. ونوع تاني لا عبري ده ولا ايه؟ وعشان خاطره ما ترضيش تجيبي له صورة الجواز ولا ايه؟ مش هتتم بيه الصلاحات؟ يا عبيطه ابعدي قبل ما تعمل ايه؟